السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايلكم بفيديو جديد. معلش اعذروني، بقالي كتير ما نزلتلكمش فيديوهات. النهارده بقى انا جايه فيديو جديد، هعمل معاكم الفطير الدماسي بدون خميره. حلو جدا وطعمه مسكر وجميل جدا، مش هياخد منا اي وقت. يلا كده نصلي على النبي وتعالوا نشوف هنعمل ايه. كده معايا الطبق ده فيه معلقه من السكر ومعلقه صغيره من الملح، واللي معايا دوت في الطبق ده لبن رايب 2 كيلو لبن رايب. تمام، اللبن ده انا جايباه حليب ومروباه بالقشطه بتاعته، حطيته في الطبق بالقشطه. انا هحط اللبن الاول عشان هشوف هياخد دقيقه قد ايه، عشان انا مش عايزه ازود ميه. تمام. معايا بقى في العلبه دي سمنه زبده على سمنه روابي. تمام، مش سياحه، يعني زبده على روابي. فانا هنزل بقى بالسمنه كده، وبرضو معايا حتتين من السمنه الفلاحي اللي هي الزبده الفلاحي. وهبدا ان انا اقلب السمنه بقى في اللبن الرايب والقشطه وكله كده مع بعضه، وعشان انزل بالدقيق. تمام كده خلاص، انا قلبت السمنه مع اللبن. هبدا بقى ان انا انزل بالدقيق، هنخل الدقيق. انا بنخل وماما بتحط لي الدقيق. كانوا شويه فطير طعمهم زي العسل. انا كده هنزل بال3 كيلو دقيق دولت، معايا 3 كيلو دقيق. هحتاج تاني مقدار ربع كيلو كده. تمام، عشان يظبط العجينه تظبط معايا، عشان زي ما قلت لكم انا مش عايزه احط ميه. انا حطيت 2 كيلو لبن رايب خلاص، فانا مش هزود ميه خالص. انا حطيت ال3 كيلو دقيق اهوت. هبدا ان انا اقلب، ولما يحتاج مني تاني هحط له كمان شويه. انا بحب احط اللبن الاول علشان هشوف هياخد دقيق قد ايه. خلاص. ما شاء الله الفطير كله خير وحلو جدا. هبدأ ان انا احط بقى شوية زيت علشان ان انا ايدي تطلع من الدقيق كده، ما يبقاش الدقيق ماسك في ايديا، وابدأ انا اعرف ان انا اقلب الدقيق كويس. ما شاء الله انا حاطه له سمنة كتير واللبن بالقشطة بتاعته. الفطير الدماسي لازم تديله خير، تحط له خير هيطلع معاكي زي العسل. خلاص انا بدأت كده ان انا هقلب. مجرد ما بتحط الزيت ايدك بتطلع من العجين بسهولة. انا كده حطيت الربع كيلو دقيق اللي انا قلت لكم عليه، وهبدأ ان انا اغرز. معلش اعذروني ان انا جايه قدام الكاميرا وموريكوش كويس. كده خلاص انا غرزته كويس، لازم تغرزيه وتديه عجن كويس. تمام، وخلاص كده انا سيبته، مش هيختمر طبعا. انا هسيب العجينة ترتاح ربع ساعة، وجبت الطاولة بتاعتي كده رشيتها دقيق، رشة من الدقيق، وهبدأ بقى ان احنا نقطعه. كده خليت ماما بقى هي اللي هتقطعه. الفطير الدمسي بتبقى تقطيعته كبيرة شوية عن القرص الفلاحي الصغيرة. خلاص، هي التقطيعة هتبقى بالشكل ده كده. كده خلاص ما شاء الله ماما قطعته وهي اللي بططوه برضو. وكده هي بدأت ديت، انا لحقتها في التبطيط يعني، فانا بوريكم هي بتبططه. بعد ما بتقطعيه برضو بتسيبيه يجي 10 دقايق كده يرتاح، وبتبدأي بقى ان انت تبططيه بدون تخمير خالص، بس بتسيبي العجينة ترتاح بدون خميرة. وبكده بقى خلاص ماما هي بتفرد العجينة، وبتبدأ ان هي تبططه وترصه كده في الطاولة الخشب دي كله كده جنب بعضه، زي ما انتوا شايفينه كده. حبايب قلبي اللي لسه ما حطوليش اللايك، ما تنسوش تعملوا له اللايك. ولما انت مشتركه في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. كده خلاص اهيت، انا بدأت اوريكم لقطه كده، وتعالوا بقى نشوفه وانا بدهنه. انا دي زبده على قشطه وعليهم شويه من الزيت. تمام، هبدأ ان انا اقلب القشطه والسمنه كده مع بعض، عشان ان هي تفك مع بعضها كده، لان الجو ساقعه بتبقى الزبده ماسكه في بعضها عايزه تتفك شويه. خلاص انا حطيت شويه زيت عشان ان انا مجرد بس ان انا افك الزبده مع القشطه. وهبدأ بقى ان انا بايديا كده، مش بمعلقه ولا حاجه، بايدي، وهبدأ ان انا هدهن الفطيره وش الفطيره كله. القشطه يا جماعه بتخلي الفطير بتاعنا وشه حلو وريحته وطعمه تحفه. تمام، دي قشطه على زبده.
وهبدا ان انا بقى زي ما قلت لكم ان انا هبدا ادهن الوش الفطيره، وتبداي تدهنيه كله علشان ما تبقاش حته مبرقعه كده ما فيهاش دهان، بتبقى ايه مش حلوه يعني. ببدا ان انا ادهن الفطيره كلها بالشكل ده كده علشان تبقى كويسه معايا. اول مره اظهر معاكم في الفيديو، فلو الفيديو عجبكم متنسوش تقولوا لي في الكومنتات. بدات بقى ماما كده قالت لي يلا كده بقى مع نفسك، انا كده خلاص خلصت مهمتي ان انا قطعته وبططهولك، ابداي بقى انت اخبزيه. فخلاص انا ولعت الفرن بتاعي دوت بقى، بدل انا ركناه كده ابدا ان انا استعمله بقى، يعني ايه اشغله شويه. الفرن ده جميل واحسن من فرن البوتاجاز بكتير، ايه ما بياخدش وقت. قلت ابدا اشغله اعمل فيه الاكل وكده، ايه يساعدني شويه. خلاص، فانا ببدا كده ان انا اعدل الدهان على وش الفطير. وما شاء الله عملوا معايا طاولتين اتنين من اللي هما الخشب دول. وهبدا ان انا ايه ارص الفطير بتاعي في الفرن، وابدا ان انا مخليش جنبي يتحرق، يبقى كله شكل بعضه. هقفل بس عليه شويه كده علشان ايه. فانا بقول لكم ان انا خلصت اهوت الفطير وايه دول طاولتين تمام. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات بحبكم في الله. متنسوش بس تكتبوا لي في الكومنتات ان كان الفيديو عجبكم، وبعد كده ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تبقى احلى باذن الله. انا بدات ان انا اضير الفطير بالشكل ده كده عشان ايه يبقى كله سوا واحد. وبرضو تبداي تبصي على القعر، تشوف القعر مظبوط ولا لا. انا بختبر الفرن الاول بفترايه، اشوف القعر عامل ايه. كان قعر كويس ده ابدا، القعر حامي ببدا ان انا ايه امسحه شويه بحته قماشه علشان يبرد. خلاص، وابدا ان انا ارص الفطير عشان يبقى القعر بتاعي ميبقاش حامي ولا بارد ولا حامي. ببدا ان انا اظبطه في واحده، وببدا كده بقى ايه بعد ما بينظبط معايا ابدا ارصه الفرن كله. خلاص، ما شاء الله الفطير بتاعي كان بيقب وكان جميل جدا. شايفين الجمال، وريحته تحفه وطعمه حلو قوي. بألف هنا يا رب، حلو جدا. خلاص، شايفين الجمال. بحب اوريكم وهو طالع من الفرن كده. الواحد بيبقى مبسوط لما بيكون الحاجه بتطلع ناجحه معاه وحلوه وجميله. فانا حبيت ان انا اطلع دولت قدامي كده علشان ايه، على ما ارص الفرن يعني، وبيبداوا يهدوا كده وارصهم على الطاوله قدامي بقى الطاوله الاولانيه ببدا ان انا ارص عليه عشان يبرد كده، ويبقاش كله بقى احطه فوق بعض يبقى عجينه. شايفين الوش والقعر عامل ازاي، كله شكل بعضه ما شاء الله. كان حلو جدا وما خدش معايا وقت. وانت قاعده كده بقى اعملي 2 كيلو دقيق، بتبقى قاعده بقى تفطري، تاخدي واحده تفطري بيها مع كوبايه شاي كده يعني، تبقى حلوه برضو. الاطفال برضو بيبقوا ساعات جعانين تديهم واحده. فما شاء الله يعني هيفرطوا معاكي كتير. انا مكبره الفطيره فهم 3 كيلو وربع طبعا، خدوا معايا ايه، عملوا معايا الطاولتين دول. لو انت هتصغري هيفرطوا معاكي كتير. خلاص كده، خلاص الفطير بتاعي في الفرن بقى. ببدا ان انا اطلعه بقى زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده، وارص على الطاوله قدامي عشان يبرد. وبعد ما بيبرد بلمه بقى ايه كل اتنين كده ايه جنب بعض. كل ما بلاقي حته فاضيه وكده بقوم جاي ايه برص مكانها يعني، عشان ايه ما ياخدش وقت معايا. الفرن شغال مبقاش شغال على الفاضي. ببدا ان انا ايه املى الفرن. فما شاء الله كان حلو جدا. جربوا الطريقه دي هيبقى حلو معاكم قوي. والرايب بيدي الفطير طراوه. تعالوا بقى نشوف بعد ما خلصنا، وشوفوا الفطير ما شاء الله شكله حلو جدا وطري. وبصوا وشه زي قعره وحلو جدا. شايفين الشكل وريحته، كان نفسي اشم ريحته بصراحه. شايفين هو مورق من جوه وحلو اهوت، ولا خميره ولا اي حاجه. طعمه حلو جدا. وبكده بقى الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.